أعزائي مشاهدي قناة النيل للرياضة، أهلا ومرحبا بكم، ومعكم على الهواء المعلق الرياضي محمود بكر. طرف شمال نص الملعب حسن مصطفى ومحمد شوقي، وبركات في اليمين، وأبو تريكة في نص حسن مصطفى وشوقي، وقدام عماد متعب. وضربة حرة مباشرة طالع محمود وتتلعب على طول وتعدي. طبعا أصبح دلوقتي محمود وعبد الحليم اهو يجيدوا ألعاب الهوا، وأصبح بيطلع في ألعاب الهوا زي عماد النحاس. ضربة مرمى بتتعاد اهو مرة تانية، ضربة مرمى أبو تريكة وعبد الوهاب، محمد عبد الوهاب وأبو تريكة، ويلعبها عبد الوهاب عرضية، إنما يمسكها على طول محمد عبد المنصف. حسن مصطفى لبركات، بركات تتقطع من بركات، وعلى طول لعبد الحليم اللي صاد في نص ملعب. عبد الحليم اماميا، انما تتقطع في توقيت مظبوط جدا. عماد النحاس كانت رايحه ورقص ترقيصه كويسه، وعماد النحاس على طول اماميه تخبط في تامر، وعلى طول صديق مع احمد متعب ويريحها في منتهى الخطوره. وهوبا، هدف هدف عماد متعب هدف الاول من هجمه بقياده عماد النحاس، وتروح لابو تريكه تتريح له، القائم يصدها تروح، ومتابعه جيده من عماد متعب في الدقيقه السابعه. يتقدم النادي الاهلي بهدف مشترك ما بين ابو تريكه والنحاس وعماد متعب. كرة جميلة جدا، ويحمر الملعب زي ما حضراتكم شايفين في الثلاثي. وشوف حضراتكم تتلعب الكوره من ابو تريكه في القايم، ترد على طول. هنا بقى التوفيق وعدم التوفيق تروح له، ويلعبوا على طول عماد متعب في هدف جميل جدا 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 في الدقيقه 7. عماد متعب يشعل المباراه في الدقيقه 7، ويتقدم النادي الاهلي. ادي الكره في القايم ترد على طول. هنا التوفيق وعدم التوفيق، واحد يقول لك يعني ريحت حلو قوي واحلى، وفي القايم تروح من الراجل اللي ريحها لابو تريكه. جميله 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 اهو، هو ما طمعش، وابو تريكه لعبها حلو قوي. القايم تعاطف مع عبد المنصف، ترد لصاحب الكره الاولانيه عماد عشان يحط الهدف الاول في المباراه، وتنزل لحسن يرجعها ورا لعماد، وعماد على طول اماميه طوليه في اتجاه ابو تريكه، ويلمها ابو تريكه، ويلم ابو تريكه ويعدي بره الملعب، او ضربه مرمى للنادي الزمالك. اذا ابو تريكه هو اللي بيشتغل شغل بركات. دلوقتي ناحيه اليمين لاسلام، لبركات يلعبها لاسلام مره ثانيه، واسلام بيبص والعرضيه، وهدف. وهدف جميل 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 جميل، هدف جميل جميل. ابو تريكه يحط هدف جميل في الدقيقه الثانيه، وكوره ملعوبه برضو من النحاس لو نشوفها الى اسلام، الى بركات، وبركات الى اسلام، الى ابو تريكه، يحطها حلوه قوي قوي. بعد 10 دقائق يتقدم النادي الاهلي بهدفين لعماد متعب في الدقيقه 7. شوف حضراتكم الكوره، شوف هو استقبلها ازاي من ورا تامر، غمزها، وحلوه حلوه حلوه حلوه. ابو تريكه يعني بحرفنه، اول مره نشوف جوزيه بيتنطط على فكره في الدقيقه 10 من الشوط الاول. هو اسلام عملها حلوه، هنا بقى شوف القناص، انما حلوه 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 من اسلام ومن بركات ومن ابو تريكه، عشان يتقدم النادي الاهلي بعد 10 دقائق بهدفين، واحد لعماد متعب وواحد لابو تريكه في كورتين خاطفتين. واعتقد ان الجبهه اليمين بتاع النادي الاهلي لشوقي، لبركات، لعبد الوهاب، هل يعملها تاخد مع ابو تريكه؟ خد ابو تريكه وماشي وبيريحها لحسن، وحلوه من شوقي لاسلام، هل هيشوط ولا يرفع؟ ولعبها وضربه مرمى، ضربه مرمى يعني، وفرصه ثالثه للنادي الاهلي، انما ملعوبه حلوه قوي من شوقي ابو تريكه، وتضيع فرصه. انما اسلام نجم ال 10 12 دقيقه اللي اتلعبت، واصبح دلوقتي طارق السيد تعدى منه كتير، هل هيقفل مستر جاجودا في الحته ديت ولا هيحصل ايه؟ اسلام وفرصه هدف ثالث تضيع من النادي الاهلي. عماد متعب بيغمزها كده لبركات، وبركات على طول لابو تريكه، وابو تريكه وتطول الكوره وتروح لمحمد عبد المنصف. انما ابو تريكه لو في قوه شويه كان عدى، لان هو عدى ال 10 دقائق اللي تقدم بيهم النادي الاهلي. ادي ابو العيله، ابو العيله على طول
اماميه عند مصطفى جعفر واحمد السيد، وتطول الكوره وفاول وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. اتنين اقوياء مع بعض، جعفر واحمد السيد وشادي مع عبد الحليم، وتتلعب الكوره ويعدي ويدوس على الكوره، انما ولا هينزل مكان جمال حمزه، وهنشوف هيظبط اموره ازاي مستر كاكودا، ونفس اللعبه وانما يضغط طارق وتتقطع، وعلى طول يطهر محمود وتنزل الكوره في نص الملعب تامر عبد الحميد وتامر عبد الوهاب، تنزل الكوره لصديق، لتامر عبد الحميد، لابو العيله يلعبها يعني فيها فكره، انما طويله على مصطفى جعفر، طول بيردهم بيضغطوا شوقي مع حسن مصطفى مع بركات، حسن مصطفى يلم حسن مصطفى والعكسيه، وعلى طول في ايد عبد المنصف، ما كانش في معاونه لطارق، كان عليه اتنين على طول، لان لازم نقول المظبوط جدا. هنشوف بقى مستر كاجودا والجبهه الشمال هتبقى مين، هو تتلعب الكوره وعبد الحليم من فوق وضربه مرمى للنادي الاهلي. هنشوف خط الظهر هيبقى مين. انا شايف محمد ابو العيله راح باك شمال، وضربه حره وعبد الوهاب يشوط في الحيطه، تنزل لحسن مصطفى في الزمالك. ابو العيله اللي بقى يلعب باك شمال دلوقتي مكان طارق السيد، يلعب كره وتصويبه ضعيفه وضربه مرمى للنادي الاهلي، وتتلعب على طول داخل، انما بيدي الفرصه وماشي حسن وشوقي لعبد الوهاب عاوز يعكسها الناحيه الثانيه وعكسها، انما يطلعها صديق، وتنزل على طول لحسن اللي عاوز يشوط تخبط وترد في نص الملعب، تنزل لبركات لشوقي لاسلام عاوز يعمل هات وخد، هل هيعمل هات وخد ولا يلعبها بالعرض، يطلعها على طول صديق. وهنا بدات الجبهه الشمال بتاعت نادي الزمالك تتظبط شويه، ركنيه لنادي الزمالك تتلعب حلوه ولقاها عصام الحضري، لو شفناها مره ثانيه هنلاقي ان صديق عدت من دماغه، لو لمست دماغه ان عصام الحضري لقاها في اخطر كوره من وجهه نظري لنادي الزمالك، الكوره اللي فاتت دي، انما تتلعب على طول، وبركات يريحها لعبد الوهاب بيلاقوا بعض زي ما كنتم شايفين كده، هو عبد الوهاب على طول ورا للنحاس، عصام الحضري ثقه زياده وتمشي معاه وتروح مع عماد النحاس على طول اماميه، يقطع صديق وتروح لمصطفى جعفر اللي خد مكان عبد الحليم، مصطفى جعفر يلعبها بالعرض ويلعبها، انما تكتل دفاعي وكانت كوره في منتهى الخطوره، انما ياخدها النادي الاهلي، وبركات والمساحات الفاضيه والانطلاق السريع، وتروح الكوره لابو تريكه يلم وماشي ابو تريكه مشوار طويل ويلعبها بينين لعبد الوهاب، انما يوسف حمدي يجيب منها ضربه ركنيه للنادي الاهلي، تتلعب على طول وتتقطع، تنزل في نص الملعب، السالف مع بعض بضربه حره مباشره لنادي الزمالك، وناصر عباس بيظبط في اللوحه بتاعته، تامر عبد الحميد هو اللي طلع بره يتعالج، عاوز ياخد اذن وينزل، ومحمد ابو العيله، وضربه حره مباشره لنادي الزمالك، ومحمد يشوط في الحيطه وترد تبقى بره الملعب رمي التماس، عدي لحسن مصطفى لشادي لاسلام لشادي على طول اماميه، انما تتقطع وتروح لابو العيله تتخطف، الضغط على طول من النادي الاهلي ياخدها مره ثانيه اسلام من بركات، شوقي محمد بركات بيلاقوا بعض زي ما بقول لحضراتكم كويس قوي لعيبه النادي الاهلي، حسن مصطفى النحاس، تنزل الكوره وتتقطع خدها الزمالك، انما الضغط وفاول وضربه حره مباشره على محمد عبد الوهاب. بنلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت البدل الضاع زي ما انتم شايفين، ومن الشوط الاول، والاهلي 2 والزمالك ماشي احرز الهدفين
عماد متعب وابو تريكه في الدقيقه 7 والدقيقه 10 من زمن الشوط الاول. واخيرا يصفر الحكم مره اخرى، ومعكم معلق رياضي محمود بكر، واحداث الشوط الثاني من لقاء نادي الزمالك مع النادي الاهلي. انتهى الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي بهدفين احرزهم للا شيء لنادي الزمالك، احرزهم عماد متعب وابو تريكه في الدقيقه 7 والدقيقه 10. شايف انا فلافيو نزل، هنشوف فلافيو نزل مكان مين. كان مين؟ انا شايف عماد متعب، هنشوف مع بعض. ضربه حره مباشره لتامر عبد الوهاب، يشوط تخبط في الحيطه وتروح ناحيه اليمين، تتلعب عرضيه يطلعها على طول. نشوف تعليمات مستر جوزيه ايه، وهنشوف ال 45 دقيقه دي اللي بدا يبقى فيها كره سريعه زي ما انتم شايفين كده. ادي مصطفى جعفر وتتلعب الكره على حدود منطقه، واول تمرير سريع. اذا مستر كاجودا حط ايده على نقطه الضعف، واللي كان في الشوط الاول التمرير البطيء والمشي بالكره كتير، عكس النادي الاهلي اللي كان هو صاحب التمرير السريع. وياخدها نادي الزمالك وعلى طول ناحيه اليمين، وحلوه لعبد الحليم، وماشي ودخل المنطقه وريح كوره، انما برافو برافو تتقطع الكوره، وهجمه كانت خطره جدا، وفاول وضربه حره، وتنزل على طول لمحمد ابو العلا، يغمزها لمصطفى جعفر، مصطفى جعفر والنحاس، مصطفى والنحاس يلعب على طول وتصويبه، وعلى طول عصام الحضري تصويبه من ايده، وبدات ملامح تعليمات مستر كاجودا في الزمالك. تتلعب وعلى طول تتقطع، وحسن مصطفى لشوقي، تنزل لحسن مصطفى مرة تانية أمامية. هل المساحات الفاضية ونادي الزمالك؟ ادي فلافيو، وادي المساحات الفاضيه بيقول عليها ايه، وتتلعب بينشن في الراجل يا بركات جوه الملعب. هنشوف بقى مين اللي طلع. وادي بركات لابو تريكه، حسن مصطفى، وتصويبه وضربه مرمى لنادي هجوميه. وتتلعب الكوره وابو تريكه وعاوز يعدي، انما اتضغط عليه، يرجعها على طول لمحمد عبد الوهاب، والعرضيه ناحيه فلافيو ومحمد ابو العلا، يلعبها فلافيو على طول لبركات. بقول لكم تغيير في ناحيه هجوميه اكتر، وحسن مصطفى ورايه وصفاره، وضربه حره غير مباشره لنادي الزمالك. احمد السيد ماشي، احمد موه عدى، ماشي احمد السيد مشوار، والعرضيه، وبرافو محمد عبد المنصف، وطيران بالكوره، ويلعبها على طول بروح طيبه، على طول يقطع شوقي، وماشي شوقي ويلعبها على طول لفلافيو، فلافيو بالعرض، انما تغطيه حلوه قوي من محمود محمد بركات بوجوده في ناحيه اليمين، وبعد ابو تريكه، وبعد عماد متعب. الخطوره قلت، وادي الكوره الثانيه وفرصه هدف، ومين؟ فلافيو احتفظ بيه. ومستر جوزيه عمل تغيير هجومي، عبد الوهاب عشان يلعبها برجله الشمال، و17 دقيقه من زمن الشوط الثاني، والاهلي متقدم بهدفين لا شيء لنادي الزمالك. تتلعب الضربه الركنيه، انما عبد المنصف عنده رشاقه ومرونه كويسه يمسك الكوره. طلع طارق السيد، كلها تغييرات ماهياش هجوميه. وادي يا سلام يوسف حمدي عمل اوفر كويس قوي، وطلع على طول عصام الحضري ويمسك الكوره. الرقابه عليه كانت جامده جدا. فلافيو يلعبها لحسن مصطفى، محمد عبد الوهاب، والعرضيه تعدي الكوره وتروح لابو العلا، هو من تغطيه كويسه من احمد السيد مع عبد الوهاب. وادي كره مصطفى جعفر وعبد الحليم، وفرصه هدف تضيع من الزمالك من زمن الشوط الثاني، والاهلي متقدم بهدفين لا شيء للزمالك وجونيور، وضربه حره مباشره للنادي الزمالك. جونيور، وعلى طول عماد النحاس بدماغه عامل ماتش كويس جدا، وحسن مصطفى يلعبها في نص الملعب
لابو تريكه، ابو تريكه لشوقي، وابو شوقي لابو تريكه، والهجمه المرتده ويبص هناك ابو تريكه في حسام، انما هو لعبها حلوه لبركات، يا بركات وضربه مرمى. يا شوف لما بركات يقرب من ابو تريكه على طول بتبان الخطوره. تتلعب الكوره لحسام عاشور، يلعبها لحسن مصطفى، حسن مصطفى، حسن مصطفى، حسن مصطفى، حسن مصطفى، وتصويبه وضربه مرمى لنادي الزمالك. طلع ابو العيله بره يتعالج، وهنستأنف مع بعض بضربه حره مباشره لنادي الزمالك، وانو يلف كوره حلوه والبوكس على طول عصام الحضري، وعلى طول ينظف محمد عبد الوهاب منطقه جزائه، تعدي الكوره وتوصل لمحمد عبد المنصف عبد الحليم. ادي شوقي بيجري له فلافيو، ما ادالوش، يلعبها لحسن، وحسن لشوقي، وشوقي على طول عكسيه هناك يطلعها تامر عبد الوهاب، وماشي يوسف وبيبص هيدي لمين، وعلى طول عصام الحضري زي الصقر يطلع ويخطف الكرة من قدام مصطفى جعفر. ماشي حسن لابو تريكه، يلم ابو تريكه، يلم ابو تريكه، وتروح لفلافيو، وكاد فلافيو يا يخش التاريخ. وهتقول لي ايه التاريخ يعني يجيب هدف في الدوري العام المصري خلاف الهدف اللي جابه في غزل المحله، ولكن لعبها والله كويس فلافيو، وتبقى ضربه مرمى للنادي الزمالك. تتلعب على طول. واحد يقول لي هو اللي يجيب هدف يخش تاريخ، اقول لا، لان هو يعني مش موفق طول الموسم في الفرص اللي بيضيعها، وفرص سهله جدا. مساحه فاضيه كبيره جدا يلعبها على طول لبركات اللي اتنقل هناك، وحسام عاشور جه مكانه باك يمين هنا اهوت، يعني اهو ادي حسام عاشور اهو عشان بركات يقدر يعمل الناحيه الهجوميه، لان شوقي وفوقه وبره يبقى مستر جوزيه دفع ببركات مره اخرى قدام وناحيه الشمال، وجاب حسام عاشور هنا باك يمين على اساس ان وليست كفاءه عند حكام مصريين. تتلعب الكره بالعرض، والجونيور هو اللي يطلعها لحسن مصطفى، وحسن مصطفى يلعبها على طول لبركات، وبركات كان بيجري له فلافيو ما ادالوش، انما نجم خط الظهر النهارده الصراحه تامر عبد الوهاب يقطع الكوره وعلى طول يطلعها عبد المنصف، بيدي مساحات لزمايله ان هم يمروا له في ساعتها، ما بيتمررش. ضربه حره مباشره، وبدا الجماهير النادي الاهلي اهو تحتفل بعرق موسم طويل، وتصويبه من عبد الوهاب، وضربه مرمى لنادي الزمالك. انتهى الشوط الثاني والمباراه، بنلعب في الدقيقتين الوقت البدل الضائع، بنلعب في الدقيقه الاولى منها، والاهلي 2 والزمالك لا شيء. احرز هدفين عماد متعب وابو تريكه في الدقيقه 7 والدقيقه 10. لحظات ويعلن بطل الدوري العام. وزي ما بقول لحضراتكم ان اعلان البطل في لقاء قمه له طعم ومذاق خاص، ونجح النادي الاهلي في انه يعلن الدوري في هذا اللقاء، لقاء رقم 97، والاهلي متقدم بهدفين، وبنلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت البدل الضائع، وتنزل الكوره على فيافيو ويلعبها على طول لبركات، بركات يلعبها حلوه لحسن، وحسن يلم وراه تامر، عمل مجهود كبير جدا تامر عبد الوهاب الصراحه خط ظهر نادي الزمالك النهارده. تنزل الكوره لشوقي، شوقي ايضا عمل مجهود كبير، واخيرا يصفر الحكم ستيوارت دوجل بانتهاء الشوط الثاني والمباراه بفوز النادي الاهلي بهدفين احرزهم عماد متعب وابو تريكه في الدقيقه 7